سيب لي انا الطلعه دي معلش، بس الحاجات دي مكلفانا كتير. برضي متكيف؟ ماشي يا جدعان. انا عندي ليكوا خبر مؤلم، الندوه اتلغت. بقول لك ايه يا سعاده الباشا، التليفون ده فيه بلوتوز وانا مش عارفه اشغله، حضرتك يعني تعرف تشغلهولي؟ طبعا بسيطه. طيب ايه رايك نخرج بره بس عشان الدوشه والزحمه والناس بتبص علينا وكده يعني. قوي يلا بينا. يلا بينا. طب مش كنتوا تقولوا بدل لما احنا قاعدين هنا؟ معلش بقى احنا مش عايزين مشاكل مع الامن ده هو الامان بقول لكم ايه، استاذ جمال مستنينا في الجنينه. يلا انما يا كابتن اللي هناك هات ازاز السيفن بس للاستاذ جمال لحد ما اظبط الساوي. الله 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 الله. ايوه 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 ايوه. الله النهارده يا شباب ليله شكلها كلها ربيع، وانا مش جايب لكم اي حد، ده انا جايب لكم الشاعر البديع. سمعوني سقفه يا جدعان. الله شباب 100 100. ايوه كده عشان نبقى صحيين مع بعض. عايز اقول لكم يا شباب ان الفن مش فلوس ولا ناس على ناس تدوس. الفن كلمه حلوه، كلمه حلوه والله بتريح النفوس. والنهارده يا جدعان انا جايب لكم الشاعر الكبير قوي، الكبير قوي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يخرب بيتك. اوعى. ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه يا عم ده استعمال شخص، انا جايب لكم سماعات. امشي. مؤاخذه لا مؤاخذه يا استاذ جمال معلش قدر ما حصلش. الله يا اخوانا، استاذ جمال هيقول لكم كل الشعر اللي انتوا عايزين تسمعوه، بعد كده ممكن تتناقشوا معاه. اتفضل يا استاذ جمال. تحيه كبيره قوي للشاعر الكبير استاذ جمال بخيت. اتفضل يا استاذ جمال. دين أبونا يا مسلمين في يقيني أعز دين، كلمة الحق المبين، كلمة النور الأمين، حكمة يكتبها الإله فوق جبين الطيبين. دين أبونا يا محمد أنت سر ومبتداه، أنت إحساس ومداه، دقة عارفينها في قلوبنا لما نخشع للإله، لما نطلب يوم رضاه، لما نركع، لما نسجد، لما نفرح بالحياة. دين أبونا إبراهيم رش جمر النار حنين على الخرايط والأماكن، اتولدنا طوافين ذاكرين. دين أبويا لو مسيحي رحمة لأجل العالمين، نصر لأجل المظلومين، كلمة الحب اللي بايس الصليب جوه الكنايس، ندهة الأجراس لمريم والأمان للمجدلية، رحمة ليكو ورحمة ليا. المسيح شايل ألمنا لأجل يهدينا السلام، خد أيمن خد أيسر، العبادة ماهيش كلام، عيش باسم الإنسانية وإنسانية تدفعك للانتقام. دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي، حتى لو كان دين يهودي، احنا مش ضد اليهود. موسى في القرآن وليد يحضنه نيل الخلود، بين ايديه 9 عصاته حية وجدودنا شهود. سحر أمنه برب موسى انقسم له بحر عاتي، والجبل عرف السجود. رجعت الحية عصايا، حضنت التوراة وصايا، اوعى تقتل، اوعى تسرق، اوعى تزني، اوعى تقبل بالخضوع. بحر خير الكون يواتي لما نفرض له القلوع، والجحيم ياكل سننكم لو فقير فيكم يجوع. الوصايا هي ارتضيها زي ما هي في ضميري وفوق شفاهي. دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي، حتى لو كان مش إلهي، حتى لو كان مش إلهي. المجوسي يترعب من نار ويعبد الإله اللي في خياله، ليه حرامه وليه حلاله. تسمعوا في معبد
دعاء تلهموا رعشة رجاء، للبقر ناس يعبدوه ويدينوا له بالولاء، مش غباء. تعرفوا في البقرة ايه بيقدسوه؟ العطاء. دين ابويا اي دين فيه عصاه او مخطئين، بس في نهاية المطاف فيه ملايكة ومؤمنين، والرضا للصابرين والهنا للصالحين، فيه ملاذ للعابدين الشاكرين المشتاقين رغم الضياع لليقين. دين ابويا اي دين اللي انا بقى معرفوش، الوحوش الكروش اللي لو طالوا رقابينا بينهشوا ما بيرحموش. دين ابوهم اسمه ايه؟ صعب يا جدع صعب. الله اللي داسوا فوق رؤوسنا بالبيادة، اللي مشيوا بالبلاد للبلادة، اللي فتاويهم فساد للعقل يقضي على العبادة، اللي مسحوا من الآيات معنى الشهادة، لوثوا الدم في عروقنا، سدوا عين الشمس فوقنا، سرقوا ضوءنا، صدروا نيلنا ودفعونا تمن وضوءنا. دين ابوهم اسمه ايه؟ اللي باعوا وطن بحاله، اللي باعوا وطن بحاله، خضرته وصفرة رماله ونسوته وشهوة رجاله، بهجته ودمه وعياله، خطوته وسنين نضاله، ثورته ضد احتلاله. دين ابوهم اسمه ايه؟ سامع كده انت وهو صوت. الله استاذ. ايه يا مصر، ايه يا مصر، ايه يا ارض الطيبين اللي حكموا في الزمان ده يبقوا مين؟ دين ابوهم اسمه ايه؟ حد يعرف فيكوا دين كل اتباعه لصوص او قواضين، في المعاصي مولودين، في الكراسي مأبدين، في التفاهة معدودين، في السفاهة مفرودين، على البلاهة مسنودين، للشراهة مجندين، على القرف متعودين، على الشرف متمردين، على الوطن متنمردين، بالخيانة موحدين. اللي يعرف دين كده يقول لي عليه. دين ابوهم اسمه ايه؟ صعب يا طلبة. الله يا استاذ جمال، ديك ابوه اسمه ايه؟ ديك ابوه اسمه ايه؟ الله الله يا استاذ. انت هريك دايره انت وهو، ايه اللي بيحصل هنا ده؟ قدر ما حصلش. انا مش فاهمه هم شادين علينا كده ليه، مش قادره افهم يعني ايه المشكله. استضافه شاعر جوه الجامعه خلاص خربت الدنيا يعني. يا ستي قول الحمد لله انها قدرت على كده. وبعدين يا عم ماجد انت ناسي ان احنا في اول السنه؟ ناسيه؟ الحمد لله انها مشيت على كده وقضيت. انتوا عارفين انا اول مره احس فعلا ان الكلام بيخوف. شفتوا الجامعه كانت مرعوبه ازاي؟ يا نهار اسود يا جدعان، انا اول مره اشوف العميد بتاعنا. يلا قدر ما حصلش. بقول لكم ايه، ما تيجوا نشوف الدفعه الجديده اللي عملت لنا فضيحه دي. ليه وجع القلب ده؟ ايه مالك؟ بتفكريني ليه؟ بايه؟ صحابنا اللي نجحوا وسابونا، واحنا قاعدين هنا زي المقاطيع بنقابل اشكال غريبه. مالك يابا؟ قلبها دراما كده ليه؟ وبعدين يا عم ماجد ما احنا بقالنا سنين على نفس الوضع، ولسه قدامنا سنين كمان وهنفضل على نفس الوضع برضه. صح يا طلعت، قصدك التغيير مش كده؟ لا الصوت. يخرب عقلك يا واد. ايه ده؟ هنسمعكم ثانيه واحده. اعمل تليفون كده. عيش. الو الو. ايوه يا زفت، انت فين؟ يا لولو صباح الفل يا برنس. ايه اللي مصحيك بدري كده يا عمهم؟ تصحي بدري ليه؟ مش في يا ابني دفعه موزس جديده لازم اعينها. ايه ده؟ موزس؟ امريكان؟ هي الامريكانيه برضو بتفتح بدري كده زينا ولا ايه؟ المهم جهزت اللي احنا اتفقنا عليه؟ ايه يا برنس اللي اتفقنا عليه؟ فرش الحشيش يا بني ادم. بص بقى يا برنس،
الكميه اللي انت طالبها دي كتير عليا. يعني ايه كتير عليه؟ ما انت ياما شلت، انت هتستعبط. ماشي يا عم، انت بتصوتني في جامعتك ولا ايه؟ نهايته انجز وتعالى خد الفلوس يلا. بص يابا، الحاجه غلط والله، بس مش من عندي، قالوا له من الراجل نفسه، من السورس. بيتكلم في 320 335 في الرينج ده يعني. فرش الحشيش ايه ده اللي يغلى 330 جنيه في الاسبوع؟ انت هبل. ايه يا عم وانا بعمله؟ ماشي يا عم خلاص يا سيدي، بس بص ما يكونش مطبوخ زي المره اللي فاتت. ماشي يا طلعت يلا. ماشي يا طلعت يلا، سلام سلام. هاي. هاي. أول سنة في أولى صح؟ يب. أنا ما شفتكوش قبل كده عشان كده بسأل يعني. أكيد طبعا خارجين من الثانوية العامة كلكم سخنين وعلى الآخر. صحيين؟ هاو. مين دي؟ تبعكم دي ولا؟ صاحبتنا. لا يانا وانتوا جايين شكلكم. يعني قصدي ان انتوا اكيد طول السنه اللي فاتت كنتوا محبوسين في البيت يعني بسبب مذاكره. ايه ده؟ يعني انت كمان كنت محبوس انت كمان في البيت؟ طبعا انا ما بضيعش وقتي، على طول بذاكر. ده انا بذاكر وانا نايم وانا صاحي وانا في المطبخ وانا في الحمام. حمام؟ واخر واحدة دي كنت بتعملها ازاي؟ وانا تحت الدش. سوري. الو يا فادي، والله انت عيل سيس، مش عارف تجيب حركات يا ابني. لا ما تقلقش، جبت كل حاجه، الهاش والميه وكله. خلاص ماشي. بقول لك ايه، الدفعه السنه دي كلها مضروبه، كلهم صغيرين. لا عادي عادي، احنا بيفرق معانا. طيب ماشي، يلا اما بقابلك بقى ابقى اكلمك. يلا سلام باي. يا بنات، وانتوا ساكنين في قصدي بتروحوا بارتيات؟ تبين. اوكي طيب انا اعزمكم بقى. بمناسبة ايه؟ بمناسبة عيد ميلاد مامي. وبعدها دكتور المادة خرج لقى 4 كاوتشات عربيته على الأرض، والأستاذ طلعت بكل بجاحة واقف ساند عليها. طب كنت عايزين اعمل ايه يا دودو؟ ما هو الراجل اللي اتص في نظره قعد يهزق فيها قدام كل الطلب، كان جزاؤه. كل ما افتكر شكله واقف قدام طلعت وشه جايب 100 لون، هو عارف ان طلعت هو اللي مبوظ له كاوتش عربيته ومش قادر يقول له حاجه. يا لهوي. أظن الدكتور ده خلاص لا يمكن يسقط أي حد في مادته بعد الموقف ده. والله كان عشمي برضه يا دودو، بس هو نجح كل الطلبه وجه عندنا وقف هبدني ختم النسر، وايه مش كفايه كده راح مديني ضاد جيم في دايره حمراء. يا لهوي يا طلعت، ضعيف جدا يا لهوي. عاد الله يا دودو، مش عارف الراجل شافني كده ليه، بس سيبك انت، هو بيني وبينك هاجر بره البلد اصلا. اريح برضه. ايه ده؟ تليفونك بيرن. انا مش عارف ده ايه، ده الواد خالد. ايه ده بجد؟ ايه؟ هات على الهوا بقى. يلا. الو، كيفك يا ولد؟ وكيف حال البلد عنديكوا؟ دينا مشاكل ازيك يا بنت المحروم؟ ازيك يا اف؟ عامل ايه يا جف؟ وحشتنا ياض. اعمل ايه في ابوي وليلته اللي خوتلي دماغي؟ الله، ابوك ماله يالا؟ هتجوز تاني ولا ايه؟ يا ريت كنت تبعت له عجل راسه ألف صرمه قديمه يدخل الانتخابات بعد ما الحزب اختاره. خلاص بلاها السنه دي جامعه خالص، خليك قاعد جنب ابوك يا اخويا، واقول لك خليك بقى عشان تبرطع على حس الحصانه بتاعته. حصلت ايه يا بيه؟ وما جام سيدي العارف لا كلها مخلجتها وسايبها له مخدره، انت بتتكلمي في ايه؟ سيدو العارف؟ ولا انت جدك اسمه العارف؟ وما انت مش عارف حاجه لمين؟ اتحاشى ما يجحش انت، ده مجام عندنا. خلاص يا عم خالد ما تقفش كده، قول لي انت هتيجي حدانا امتى بقى؟